زمان قسم السيدات في الدبليو دبليو اي ما كانش بيتاخد بجدية ابدا، بل هو كان مجرد فقرات سريعة، او ممكن نقول ان هو كان استعراض مؤقت مش اكتر. لكن بداية من حوالي سنة 2014 فيما فوق، كل حاجة بدأت تتغير تدريجيا. ففي ثورة حقيقية حصلت، وفي مباريات قوية جدا اتقدمت في ال NXT، وظهر جيل جديد قلب الموازين كلها. وحاليا المصارعة النسائية بقت هي اللي ممكن تكون بمثابة المين ايفنت او الحدث الرئيسي في راس المانيا. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة انا اخترت اننا نتكلم عن افضل 10 مصارعات جم في التاريخ، وده طبعا من وجهة نظري الشخصية. بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وفي المركز العاشر بتيجي روندا راوزي، فهي دخلت الدبليو دبليو اي بقوة غير طبيعية، واول ظهور حقيقي ليها كان في راس المانيا 34 مع كيرت انجل ضد تريبل اتش وستيفاني ماكمان، واللي كان صادم لانها قدمت اداء احترافي من اول ماتش وقدرت فعلا ان هي تكسب في الاخر. بس اهم لحظة طبعا كانت في راس المانيا 35 ضد بيكي لينش وتشارلوت فلير، وحتى النهاية كانت مثيرة للجدل. فبيكي اي نعم ثبتتها، لكن كتف روندا برضه ما كانش ثابت بالكامل على الارض. وكمان كان عندها ماتش اي كويت قوي جدا ضد تشارلوت، واللي قدرت برضه ان هي تخليها تستسلم بالارم بار بشكل واضح. فروندا كانت محترفة جدا، وكانت دايما بتستخدم اسلوب الام ام اي الحقيقي، ورميات ومسكات وسيطرة ارضية. وفي المركز التاسع بتيجي ليا ريبلي، واللي عندها واحدة من اقوى التحولات في الجيل الجديد. فماتشها ضد تشارلوت فلير في راس المنيا 39 كان عنيف جدا، ضربات قوية وسبير وسوبلكس من فوق الحبال. وانا شايف شخصيا ان ده كان افضل ماتش نسائي في تاريخ الدبليو دبليو اي، بالاضافة لماتشها ضد اسكا في راس المنيا 37، وقدرت برضه ان هي تكسبها واخدت الحزام، واثبتت ان هي تقدر تنافس افضل مصارعات العالم. وحركتها المشهورة واللي هي ريب تايد بقت من اخطر الحركات النسائية في التاريخ. وفي المركز الثامن بتيجي بيانكا بلير، واللي بقى عندها لحظات ايقونيه زي ماتشها ضد ساشا بانكس في راس المنيا 37، واللي قدموا فيها واحده من افضل المباريات على الاطلاق. واللقطه الاشهر طبعا لما ضربت ساشا بشعرها والصوت كان صعب جدا. وكمان ماتشها ضد بيلي في هيل سيل سنه 2021، واللي قدرت ان هي تستخدم فيه السلالم والكندو ستيك بشكل ابداعي جدا. وفي المركز السابع بتيجي اسكا، واللي بتعتبر افضل مصارعة يابانية من وجهة نظري، واللي كان عندها ستريك عظيم في ال NXT وسلسلة انتصارات طويلة جدا، واللي محدش قدر يكسرها غير تشارلوت فلير في راس المنيا 34. وده كان قرار غريب جدا في وجهة نظري، لان اسكا كانت هي اول مصارعة تكسب رويال رامبل النسائي، واللي بدأ سنة 2018. وانا بصراحة توقعت ان هي اللي هتكسب هي وناكامورا اثناء مباراته مع ايج ستايل، لكن تم اتخاذ القرار ان الاتنين هيخسروا في العرض ده. لكن برضه كان ماتشهم تقني جدا، وضربات وسميشن كاونتر لكل حركة. وكمان ماتشها ضد بيكي لينش في رويال رامبل 2019، واللي قدرت ان هي تخليها تستسلم بحركتها المشهورة واللي هي اسكا لوك. وفي المركز السادس بتيجي ساشا بانكس، واللي كان عندها تاريخ طويل جدا من المباريات الأسطورية، زي مثلا ماتشها في هيل سيل سنة 2016 ضد تشارلوت فلير. فدي كانت أول مرة السيدات يلعبوا بنفسهم جوه القفص الحديدي. ده غير إن الماتش ده هو اللي تصدر العرض وتم تصنيفه كأفضل واحد فيه كمان. وعلى الرغم من إن تشارلوت هي اللي انتصرت، إلا إنه برضه كان مليان حماس وإثارة من أول دقيقة، بالإضافة طبعا للحظات الخطيرة اللي كانت ممكن تؤدي لإصابة واحدة فيهم. بالإضافة طبعا لماتشها ضد بيلي في هيل سيل سنة 2020، واللي قدرت إن هي تنتصر فيه. وكمان الأيرن مان اللي كان في ال NXT، واللي تم تصنيفه من أفضل المباريات ساعتها. فساشا زمان ولغاية دلوقتي برضه لا تزال معروفة بقوة تحملها وأدائها الاحترافي. وفي المركز الخامس بتيجي المصارعة شاينا، واللي توفت سنة 2016، واللي كانت طبعا سابقة لعصرها. فهي شاركت في رويال رامبل الرجالي وقدرت ان هي تكسر كل التوقعات. وبالاضافة لكده فهي كسبت لقب الانتر كونتيننتال بعد ما قدرت ان هي تهزم جيف جاريت، وده طبعا كان انجاز تاريخي.
وكانت بتستخدم حركات قوية زي الباور بومب والميلاتوري بريس بشكل بيخلي أي حد يخاف منها. وفي المركز الرابع بتيجي بيث فينيكس، ودي طبعا القوة المتجسدة، فهي كانت مختلفة عن أي حد في جيلها، جسم قوي وحضور مرعب، ومع ذلك كان عندها مرونة بتخليها تنافس أي ستايل. وواحد من أعظم ماتشاتها كان ضد ميلينا في WWE وان نايت ستاند سنة 2008، فالماتش ده كان عنيف جدا واستخدموا فيه كل حاجة تقريبا، وكان فيه إحساس إنك بتشوف معركة حقيقية مش مجرد عرض. وبيث فينيكس هي اللي كسبت في الآخر وقدرت تثبت إن هي البطلة اللي مفيش زيها. سيطرة وقوة وإنهاء حاسم خلى الجمهور يصدق إنها فوق الكل وقتها. وفي المركز الثالث بتيجي زمان أو بيكي لينش، فده ما كانش مجرد لقب، دي شخصية غيرت قواعد اللعبة. فبيكي صنعت لنفسها الطريق من تحت الصفر لحد ما بقت أهم اسم في الاتحاد. وواحدة من أعظم مواجهاتها كانت ضد تشارلوت فلير في WWE Evolution سنة 2018، والمباراة بتاعتهم كانت عبارة عن لاست وومن ستاندينج. فالماتش ده كان ملحمي بكل المقاييس، كراسي وسلالم وتضحيات وضرب بدون رحمة. كل واحدة فيهم كانت بتحاول ان هي تنهي التانية بأي طريقة، بس في النهاية اللي كسبت كانت بيكي لينش بعد ما سابت تشارلوت وهي مش قادرة تقوم أبدا، وده كان إعلان رسمي إن زمان وصلت للقمة ومحدش يقدر يوقفها. وفي المركز التاني بتيجي طبعا الملكة واللي هي تشارلوت فلير نفسها، واللي طبعا كان عندها أسلوب متكامل، تكنيك وقوة وثقة وحضور بيخلي أي ماتش يتحول لعرض كبير. وأنا شايف بصراحة إن البطلة دي هي اللي كانت الأساس في تأسيس فرع السيدات اللي زي ما قلنا بدأ من 2014 أو 15 تقريبا، وماتشاتها دايما كانت مليانة شد وجذب. وواحد من أعظم مواجهاتها كانت في راس المنيا 32 ضد ساشا بانكس وبيكي لينش في ماتش ثلاثي على لقب السيدات. وبصراحة أنا شايف إن الماتش ده هو كان أحسن ماتش تم البناء ليه في الراس المنيا دي، ده غير إنه كان أحسن ماتش فيها كمان. فهو بجد كان لحظة تاريخية لأنه أعلن بداية عصر جديد بالكامل للسيدات في WWE. فكل واحدة فيهم كانت عايزة تثبت إنها الأفضل، بس في اللحظة الحاسمة ريك فلير اتدخل لمساعدة تشارلوت، وبعدها استغلت الفرصة ونفذت الحركة بتاعتها، وهي اللي قدرت تفوز وخرجت كبطلة، وبدأت فعليا حكم الكوين على القسم النسائي. وفي المركز الأول، وأكيد طبعا في ناس كتير هتختلف معايا، وهي البطلة بيلي. بس الاختيار ده ما كانش عشوائي، فبيلي مش بس مصارعة، دي واحدة من أعظم اللي فهموا يعني إيه تحكي قصة جوه الحلبة. وأعظم مباراة ليها كانت ضد ساشا بانكس في الNXT في تيك أوفر، صراع بين صديقتين وحلم وضغط وجمهور عايش كل ثانية، كل ضربة كانت ليها معنى. طب ليه برضه بيلي ممكن تكون هي أعظم مصارعة في التاريخ؟ لأنها ببساطة بتعمل الحاجة الأصعب، بتخليك تصدق وبتخليك تتعلق بالقصة وتزعل وتفرح وتتحمس كأنك جزء منها. وقدرت تتحول من الشخصية اللطيفة المحبوبة لواحدة من أفضل الشخصيات الشريرة في الاتحاد، ونجحت في الاتنين بنفس الإبداع. فبيلي مش بس بتكسب ماتشات، دي بتكسب قلوب الناس. ولو المصارعة في الأساس حكاية، يبقى بيلي هي أعظم حكاية اتقالت على الحلبة كلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، وياريت تكتبولي في الكومنتات عن الشخصيات او القصص الحقيقية او الماتشات اللي انتوا حابين ان انتوا تسمعوا عنها في الفيديوهات اللي بعد كده. واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من قناة مهووس معلومات، واشوفكم على خير ان شاء الله.